في المرتبة الأولى مكتبة الإسكندرية، أول مكتبة حكومية عامة في التاريخ الإنساني. أطلقوا عليها المكتبة العظمى عند تأسيسها قبل 23 قرنا. مكتبة الإسكندرية ولدت لتكون منارة للإنسانية، وجمعت معارفها بين حضارتين عظيمتين هما الحضارة المصرية القديمة والحضارة اليونانية، والتقت في أروقتها علوم وفلسفة الشرق والغرب. مكتبة اسكندرية الحديثة تعتبر الإرث الحضاري المصري لمكتبة اسكندرية القديمة اللي بناها الملك بطليموس الثاني في القرن الثالث قبل الميلاد، وتقريبا اتبنت في نفس المكان أو مكان مجاور ليها في منطقة الشاطبي في اسكندرية. مكتبة اسكندرية الحديثة واحدة من أهم وأروع مكتبات مصر والعالم كله، بتضم حوالي 1.5 مليون مجلد وكتاب، فيها مجموعة ضخمة من المعارف العامة والمعارف المتخصصة، وتعتبر نمرة 5 أو 6 على مستوى العالم في مجموعة الكتب الفرنكفونية. فرنسا أهدت مكتبة اسكندرية حوالي 500,000 كتاب باللغة الفرنسية، فيها مجموعة كبيرة من المعارف العامة. للأسف تعرضت مكتبة الإسكندرية للحريق أكثر من مرة، إلى أن دمرت تماما عام 840 قبل الميلاد على يد الرومان وليس العرب كما يشاع. أتذكر أن مكتبة الإسكندرية بدأت بجمع عدد من الكتاب والمفكرين العرب، منهم الطيب صالح، منهم عبد السلام المسندي، منهم جابر عصفور، منهم عدد كبير من المفكرين، وجمعتهم لعمل وثيقة للإصلاح العربي، لأنها استشفت منذ ذلك الوقت أن العالم العربي مقبل على شيء مجهول، يحتاج إلى عملية إصلاحية كي يستمر في الهدوء. عمل هؤلاء على عمل وثيقة الإصلاح العربي، وما تزال الوثيقة موجودة في أروقة الإسكندرية أو مكتبة الإسكندرية. لم يتسنى لها أن تذهب إلى صناع القرار واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تعود على الشارع بالخير العام. في عام 2002 جرى إحياء المكتبة بدعم من اليونسكو والعديد من الدول لإحياء حلم المكتبة القديمة كمركز عالمي للثقافة الإنسانية. الجميل في تصميم مكتبة اسكندرية إن هي على شكل قرص شمس غارب نازل في المية، تنزلها أشعة الشمس من سقف المكتبة. جدارية المكتبة من بره حوالي 6000 متر مربع من الجرانيت الرمادي المجلوب من مدينة أسوان، ومنقوش عليه حوالي 4200 رمز من رموز أبجديات العالم اللي بتضم 120 لغة. ده عبارة عن محاكاة إن مكتبة اسكندرية بتضم كل معارف العالم بين جدرانها.